عندكم اوكي؟ غترتي اوكي؟ مشكور مشكور. منو بالاستديو؟ يلا جاهزين. ستاند باي شباب. اون اير. نعم محمد، تحية لكم ولضيوفك الكرام وللسادة مشاهدي قنوات بي إن سبورت من على مقربة استاد المدينة التعليمية. نتابع هنا آخر تحضيرات قنوات بي إن سبورت. كما تشاهدون خلفي سيارات النقل يتم فحصها قبيل البطولة والتأكد من فاعلية وجودة الصوت والصورة. قبل قليل كنا داخل هذه السيارات وتحدثنا إلى التقنيين والفنيين والقائمين على العمل الميداني هنا. كل الأمور والمؤشرات بخير وتشير إلى الجاهزية الكاملة لتغطية استثنائية لهذه البطولة. عودنا دائما مشاهدي بي إن سبورتس ومتابعين القناة البنفسجية على كل ما هو جديد ويعني مميز، وكذلك بالتأكيد سيكون في كأس العالم فيفا قطر 2022 تغطية استثنائية وبصمة خاصة سوف تقدمها القناة. سنكون معكم دائما وعلى مدار الساعة طوال اليوم في تغطية حية ومباشرة لآخر الاستعدادات وكل ما هو مميز ومثير. عودة إليك محمد في الاستديو. هذه الدقيقة من البث المباشر التي تتابعونها مشاهدينا الأعزاء، التي يجريها دائما مراسلونا في كل أنحاء العالم. هل تعلمون كم تأخذ هذه الدقيقة من الجهد والوقت والإمكانيات؟ اليوم سنصحبكم في جولة مثيرة ومميزة، ولنشبع فضول عشاق قنوات بي إن سبورتس والقناة البنفسجية ونريهم خلف الكواليس والعمل في كافة القطاعات في القناة في مشاهد حصرية ومميزة. مرحبا بكم في مقر قنوات بي إن سبورتس في العاصمة القطرية الدوحة. الدخول إلى هذا المبنى يحتاج إلى تصريح خاص، وهو متاح فقط للمخولين من موظفين وعاملين وكذلك الضيوف المدعوين. Security for us. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. كيفك؟ مبنيان رئيسيان يشكلان المقر الرئيسي للقناة، يفصل بينهما هذا الممر الجميل. كل الأجواء هنا مفعمة بالاستعدادات لتغطية كأس العالم. على اليمين مبنى البرامج، هنا الاستديوهات التحليلية، غرف المعلقين، وفي الواقع هو مطبخ تغطية البطولات الكبرى، وحيث صدى بي إن سبورتس في كل منزل وبيت. وفي الجهة الأخرى مبنى الأخبار، حيث يعمل على مدار الساعة بتغطية حية ومباشرة. هنا كل ما يتعلق بنشرات الأخبار، بالاستديوهات الإخبارية، بمذيعين الأخبار وبالمراسلين وغرف المونتاج وكذلك الإرشيف. صناعة الأخبار تبدأ من اجتماع التحرير هذا الذي يعقد في كل يوم، يتم خلاله مناقشة أبرز الأحداث وكيفية تغطيتها. مرحبا نتالي. مرحبا علي. خلصتوا الاجتماع؟ خلصنا اجتماعنا اليوم صح. طبعا نتالي منتجة ضيوف في قسم الأخبار في بي إن سبورتس. الساعة كم قعدتي من النوم اليوم؟ 3 الصبح. 3 شنو؟ 3 الصبح. الفجر يعني؟ الفجر نعم. ما شاء الله.
بالفعل لدينا العديد من المصادر الخاصة بقنوات بي إن سبورتس. نحن هنا في غرفة التحكم، المصنع الرئيسي للأخبار، أيضا غرفة الأخبار التي شاهدتموها يتم بها صناعة الأخبار بكل حرفية. بتنا المصدر الأول للأخبار على مستوى العالم، نعم، نظرا لما نملكه من مراسلين مختلفين في مختلف أنحاء العالم، أيضا لما نملكه من وكالات الأنباء والمصادر الخاصة المطلعة. وكما نستعد الآن لتغطية الحدث الأكبر، كأس العالم فيفا قطر 2022، بتغطية لم يسبق لها نظير، تشبع جميع المشاهدين في مختلف أنحاء العالم. هذا استديو الدوري الإنجليزي، راح ندخل بهدوء. الآن الاستديو اون اير على الهواء. راح نتابع مع بعض خلف الكواليس في استديوهاتنا التحليلية. يعطيكم العافية شباب. عندنا بس سؤال واحد إذا تسمحوا لنا، سؤال مليون حق كابتن طارق. الله يسلمك كابتن طارق. المشاهدين يسألون ها انت شنو قصتك؟ رايح تروح الكويت تعيش هني، يعني ايش قاعد تسوي بالضبط؟ سؤال محير ها؟ الصبح يشوفوني بالليل يشوفوني في الكويت ها؟ تعودت على شيء. 9 سنوات في البي ان، روحه والرده بالنسبه لي صارت سهله جدا، وبالعكس ما في اي اختلاف. بس يبص في حقد وحسد. ربع ساعة وانت واصل ها؟ اقل من ربع ساعة. بعد اقل من ربع ساعة. 7 دقائق بالضبط. رايك انت بدر؟ لا هو ساكن يمي بعد، انا اشوفه بالطريق، هو يروح انا اروح المطار اشوفه، اقول له اوقف مسكه. وبعدين هو بيضغط علينا بقى بعض الاستوديوهات عشان يقول لك ايه، عندي طيار. زين، يعني مرات يفيدك الموضوع. اكيد يفيدني الموضوع، وكابتن محمد على طول يسوي حركة رونالدينيو يخلي الموضوع يمشي بسرعة. الجاليري بتاعنا ما شاء الله عليه سريع، الشباب سرعة في الريتم، ويقول لك طلباتكم اوامر. والكابتن عبد العزيز برضو ما يقصر، صانع العاب مميز. ما يقصر. لاعب فنان عبد العزيز، بس لا تعطيه انفراد. ما ينفع. افا؟ اي ما ينفع، لازم يدافع. الحين نعطيه كلمة. اي لا روح له شوفه. شنو يبونك كابتن؟ بيضيع اهداف كتير والله. يعني عشان يجيب جول لازم تخلق له 7 فرص. قاعد يصير ضغط هناك. انا اسمحوا لي لازم اعطيه المايك، اسمحوا لي يعني ما. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء الرحيم. نمسي عليك بالخير، مساء الورد. عشان تهدى شوي بس. انا هادي. لا اكيد بعد شوي صدقني يعني. انا هادي، بس نحييك والمشاهدين. اي ابي اقول لك شيء. تفضل. هذول الاثنين إيه؟ مصيبه المصايب في بي ان، معروفين ترى. هذول إحنا شبكه. قاعد نصور. اي عادي. موافق. هذول شبكه. زين. هذه اكبر شبكه من المحللين موجوده قدامك الحين. هذا يرفع حق هذا وهذا يساند هذا، ومستحيل تغلطهم، مستحيل. يا جماعه يا جماعه هذه يعني ترى خلف كواليس، يعني خلف الكواليس. كان مفترض ما خلف تطلع، الكواليس. بس يعني لا، واقول لك شنو. انت شوف شو يسوي براسه، شوف شو يسوي براسه، شوف. يعطيكم العافيه، ويستمر النقاش طبعا هني. مشكورين قواكم الله. الله يعطيكم العافيه. انت تعرف الكورنر ده مسمينه ايه؟ ايه النوتي كورنر. سلام يا جماعه. هذه غرف المعلقين، تسمعون طبعا سوار الذهب. وطبعا احنا مش مع سوار الذهب، احنا مع الكابتن الكبير حفيظ الدراجي. سي حفيظ، مساك الله بالخير. اول شيء ابيك تطمن العشاق الرياضه ومتابعينك عن صحتك. اللهم لك الحمد، انا بخير الحمد لله. كان فيها شويه فتره صعبه مريت بها مؤخرا بسبب شويه ارهاق شويه تعب. انا بخير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الف الحمد لله على سلامتك. احنا اليوم نبي دقائق من وقتك، احنا ندري عندك مباراه، نبي شويه خلف كواليس بالإضافة لتحضيراتك، شلون تحضر حق مبارياتك، كيف تتلقى الأخبار، نبي نشبع فضول المشاهدين والمتابعين. بسيطة جدا الأمور. تقريبا التحضير لا يقتصر على وقت معين، يعني أنا لم أحضر مباراتي اليوم، هو امتداد لتحضيرات متواصلة، تبقى متابع الأخبار كلها تاع كل النوادي وكل الدوريات.
انا اعرف برنامجي يوم كل يوم جمعه، فاليوم احنا الاحد عندي مباراه توتنهام مع ليفربول. انا الان دخلت البوت ربع ساعه من قبل بعد ما كملت اخر التحضيرات واخر الاخبار في مكتبي. تقريبا انا جاهز الان للتعليق على المباراه. التجارب الصوتيه الان فقط مع الزملاء الفنيين وبعدين نبدا ان شاء الله. جميل جدا.